في نص التمانينيات ظهر رعب بيطارد شوارع أمريكا كلها. ما كانش مجرد قاتل عادي، ده كان شيطان باسم المطارد الليلي. جرايمه ما كانتش عشان بيسرق أو ينتقم، لأ، دي كانت طقوس شيطانية، اغتصاب وقتل بوحشية مش طبيعية. رعب مدن كاملة وخلى الكل عايش في خوف، الكبير والصغير. بس مين الراجل اللي ورا الوحشية دي؟ وإيه التفاصيل اللي خلته يبقى أسطورة الشر دي كلها؟ في نص التمانينيات مطارد الليلي ما كانش راجل عادي، لا، ده كان كابوس بيمشي على الارض. ولما الشرطه اخيرا مسكوه الناس كلها كانت واقفه مسبهله عايزه تعرف كل تفصيله عنه. الراجل ده كان معترف بعبادة الشيطان. جرايمه ما خلتش المجتمع خايف وبس، لا، دي خلت الناس كلها ساعتها مهووسه بيه. يبقى مين هو ريتشارد راميرز؟ لما المطارد الليلي اتحاكم بجرايمه كان عنده ساعتها 25 سنه بس. انت متخيل 25 سنه؟ وصعب تقول ان حاجه او اتنين من اللي حصلوا له في حياته كانوا السبب في اللي اتحول ليه، لا. لكن لما تيجي تبص لحياته من الاول هتلاقي اشارات مرعبه، علامات سوداء بتقول ان النهايه دي كانت مستنياه. ريتشارد اتولد يوم 29 فبراير سنة 1960 في مدينة اسمها آل باسو في تكساس. كان أصغر إخواته الخمسة. أمه اسمها مرسيدس، كانت شغالة في مصنع أحذية، وأبوه كان اسمه جوليان، محارب قديم واشتغل في سكة الحديد. بس الأب كان عنيف جدا وما كانش موجود باستمرار في البيت. وبما إن الأب والأم كانوا مشغولين بالشغل وأغلبية الوقت ما كانش في البيت، فأولادهم ابتدوا يغرزوا ويقعوا في مشاكل. إخوات ريتشارد الكبار كانوا بيستنشقوا الغيرة، أو بمعنى أصح كانوا بيشموا كل، كانوا مدمنين على حاجة زي كده، وكانوا بيقتحموا البيوت مع ابن عمهم مايك. اما ريتشارد كان بيقضي اغلب وقته مع جليسة الاطفال، البيبي سيتر، يا اما كان بيلعب في الحوش لوحده. لكن من بدري جدا اللعنه بدات، وهو عنده سنتين حاول يوصل لراديو كان فوق الدولاب، جاي بيحاول يمسكه، راح الدولاب وقع عليه، راسه اتفتحت وراح المستشفى خيطها 30 غرزه، وكمان حصل له شبه ارتجاج في المخ. بعدها ب3 سنين وهو بيتمرجح برضه وقع من على المرجحه واغمى عليه، ونقلوه بسرعه على المستشفى تاني ورجع بغرز اكتر. وهو في سنه 5 القلق بقى اكبر. ريتشارد ابتدى يجيله نوبات صرع في الفصل. ما كانش ساعتها معروف بقى بسبب اصاباته في الراس ولا لا، بس الاكيد ان من السنه دي اتشخص بالصرع، ونوبات الصرع دي فضلت معاه لحد ما بقى في سن المراهقه، وكان دايما بيجيله احلام مزعجه. الدكاتره ساعتها قالوا ان ده ممكن يكون مرتبط باللي بيحصل له، بس للاسف بعد سنتين كوابيس ابتدت تتحول لحقيقه. ابن عمه مايك رجع من حرب فيتنام. مايك كان بطل حرب بالنسبه له، وريتشارد كان شايفه قدوه ومعجب بيه بجنون. بس مايك ما كانش مجرد اللي هو جندي وراجع وخلاص، لا، ده كان راجع بعقل مليان ظلام. كان بيقعد يتباهى قدام ريتشارد ويحكي عن اللي عمله هناك، وورى ريتشارد صور لستات اكتر من 20 واحده. مايك كان بيقول له انه اغتصبهم وقتلهم. الصدمه، مايك ما وقفش عند الحكي وخلاص، لا، ده علمه كمان، علمه ازاي يتسلل، علمه ازاي يضرب، علمه ازاي يقاتل ويقتل. ريتشارد الولد الصغير كان بيتعلم من مجرم حرب، وكان القدر كان بيرسم له ليه طريق. بس جوه البيت الوضع كان بينفجر. مرات مايك كان اسمها جيسي، كانت مش طايقه وجود ريتشارد معاه طول الوقت، كانت عايزه مايك يشتغل ويسيب الولد ده في حاله، وما كانش دايما بيبطلوا خناقات مايك ومراته جيسي. لحد ما في يوم من الايام جيسي كانت راجعه من السوق، ومايك وهو غارق في جنونه رفع المسدس في وشها، فهي اتحدته ساعتها وقالت له اتحداك تدوس على الزناد. وفعلا الكابوس حصل، مايك داس على الزناد، قتلها قدام عينه وقدام عيالها وقدام ريتشارد. ومن اللحظه دي ريتشارد اتغير تماما، بقى مهووس بالدم وبالقتل وبالموت، بقى يقرا مجلات بوليسيه ويتخيل مشاهد عنف جنسي زي اللي شافها في صور مايك. اما بالنسبه لمدرسته فدرجاته كلها نزلت، وبدا يسرق ويدمن المخدرات. وابوه لما عرف كان عقابه جحيم. مره من اسوأ الليالي بالنسبه لريتشارد، ابوه ربطه في المقابر طول الليل. تقدر تتخيل طفل مربوط وسط القبور والضلمه لمده يوم كامل؟ ريتشارد ساعتها قرر انه يهرب من ده كله، راح يعيش مع اخته الكبيره اسمها روس وجوزها اسمه روبرت. بس روبرت ما كانش احن
حن من ابوه، بالعكس كان بيطلع بالليل ويسرق الناس وياخد ريتشارد معاه. وفي سنه 1975 لما ريتشارد بقى عنده 15 سنه اشتغل في فندق هوليداي ان. صاحبه ساعتها اداله المفتاح الرئيسي للاوض. ريتشارد كان بيقعد يتفرج على الناس من ورا الستاير او يدخل يسرقهم وهم نايمين. وفي ليله من الليالي غريزه ريتشارد من جوه كانت عايزه اكتر، دخل اوضه واستخبى في الدولاب. ولما الست صاحبه الاوضه كانت في الحمام حاول يغتصبها، بس فجاه جوزها دخل. الخناقه ولعت وريتشارد هرب قبل ما يمسكوه، بس ساعتها الشرطه قبضت عليه، لكن التهمه اترفضت. ليه؟ عشان الراجل ومراته سابوا المدينه وما رجعوش يشهدوا اصلا. ومن هنا ريتشارد فهم حاجه، انه ممكن يفلت. ومره ورا مره الهوس جواه بقى اكبر. وفي سنه 1978 ريتشارد كان عنده 18 سنه، ساب المدينه اللي هو فيها وقرر يسيب كل حاجه ورا ظهره، وراح ساعتها لوس انجلوس. هناك غرق اكتر في الادمان، بس مش ادمان اي حاجه، ادمان الكوكايين. وسرقاته زادت مع ادمانه. كان بيقعد بالساعات يدرس خرائط الطرق السريعه هناك والاحياء المختلفه في المدينه. وكان دايما بيلف بعربيه، بس ما كانتش عربيته، اكيد كانت مسروقه، وكان بينام فيها. وفي ليله من ليالي الصيف كان في ست في وسط المدينه طلبت منه يجيب لها مخدر اسمه البي سي بي، عباره عن برشام هلاوس، مخدر بيخلي الناس تهلوس وتفقد عقلها. وبعد ايام ريتشارد كان في شقتها، كان عايز يعمل حاجه معاها وهي رفضت تعملها له، وهنا هاجمها واغتصبها بوحشيه. الاسبوع ده كان نقطه تحول في حياه ريتشارد. ساعتها لقى فلسفه تناسب جرايمه، بدا يقرا كتب لواحد اسمه أنطونيو لافي مؤسس كنيسة الشيطان، وسرق عربية عشان يحضر واحد من طقوس الشيطان اللي في سان فرانسيسكو. بعدها اتصل بأمه وقال لها أنا تحت تأثير الشيطان. لكن رحلته في لوس أنجلوس ما طولتش. في سنة 1982 الشرطة قبضت عليه بتهمة سرقة العربيات. وبعدها بسنة، سنة 1983 كان ساعتها عنده 23 سنة، قطع علاقته بكل عيلته لدرجة إن أخته لما راحت تدور عليه لقيته في محطة أتوبيس. شكله طبعا كان متغير تماما من الإدمان اللي هو كان فيه. كان ساكن في فندق في وسط المدينة غرقان في إدمان الكوكايين. ومن اللحظة دي اختفى من العيلة ومحدش عارف هو فين وبيعمل ايه. بس الحقيقة كانت أظلم بكتير. لغاية سنة 2009 الشرطة كانت فاكرة إن أول جريمة قتل للمطارد الليلي حصلت في صيف 1984، لكن اللي اكتشفوه بعدين حاجة مرعبة. ريتشارد رجع سان فرانسيسكو، وساعتها كان ساكن في فندقين بيتنقل ما بينهم في حي اسمه تاندرولين. ساعتها كان في بنت صغيرة اسمها مي ليندا، كان عندها 9 سنين، كانت عايشة قريب منه. في يوم مي نزلت البدروم مع أخوها الصغير اللي عنده 8 سنين. أخوها سابها ومشي، وبعد ما رجع لقاها مقتولة بطعن السكين. جثتها كانت مرمية في بدروم العمارة. القضية اتقفلت وقتها ومحدش يتحاكم. لكن سنة 2004 لما عادوا تحليل الأدلة ظهر الDNA، وكانت المفاجأة العينة كانت متطابقة مع ريتشارد. بعدها بشهرين وفي سنة 1985 ريتشارد كان في لوس أنجلوس نايم في عربية مسروقة، وكان ساعتها مدمن الكوكايين، والكوكايين اللي معاه خلص وكان محتاج فلوس. وقف عند عمارة صغيرة في جلاس البر ولقى شباك شقة مفتوح. بالنسبة له كانت فرصة. دخل ولقى ست عجوزة عندها 79 سنة كانت نايمة، ملقاش حاجة يسرق. فاتضايق ساعتها، وقف فوق سريرها وطعنها 30 طعنة، وبعدها قطع رقبتها بطريقة وحشية. ابن الضحية لما رجع وشاف أمه كده بلغ الشرطة، لكن ريتشارد كان ذكي ولا ساب بصمة ولا أثر. ومن اللحظة دي بدأ الجنون الحقيقي. 8 شهور اللي بعدها غرق أكتر في المخدرات. ما وقفش لحد كده، لا، وعبادة الشيطان. بقى يسرق عربيات ويقتحم بيوت وبيتعاطى كوكايين، لكن العطش جواه للقتل كان بيزيد. اشترى ساعتها مسدس، ومن هنا جرايم ريتشارد ضعفت. خلال 5 شهور قتل على الأقل 14 شخص، اقتحم بيوت، اغتصب، اعتدى، وساب وراه بحر من الدم. ومن مشاهد الرعب اللي ما تتنسيش، دخل بيت ست قاعدة مع ابنها الصغير، ربط الولد واغتصب أمه قدامه. في مرة تانية اقتحم بيت لواحد ومراته، اغتصب مراته وهي شايفة جثة جوزها. وبعد ما خلص رسم نجمة خماسية على بطنها بأحمر الشفايف. اللي زود الرعب ان ريتشارد ما كانش بيخاف يعترف. في جريمة من جرايمه قال لواحدة قولي لكل ان المطارد الليلي كان هنا، وهي فعلا وصفت وشه للشرطة. صورته انتشرت في كل مكان، وفي الاخر الشارع نفسه انتفض ضده. وفي مرة كان معدي الناس عرفوه، هجموا عليه وضربوه لدرجة كانوا هيقتلوه، بس الشرطة لحقته وانقذته. ولما جه وقت المحاكمة
المحاكمه دي كانت عباره عن عرض عالمي. ريتشارد كان لابس بدله ونضاره شمس ماشي كانه نجم، اعترف بعباده الشيطان والشهره غرته. وفي الوقت ده بره المحكمه كان ليه معجبات اكتر من اي وقت فات، حوالي من 12 ل 15 بنت كان بيبعتوا له خطابات حب جوه الحبس. واحده فيهم كان اسمها دورين ليو، كانت شغاله محرره في مجله، عندها 25 سنه، كانت مقتنعه انه بريء. بناء عليه انا ما اعرفش بعتت له اكتر من 75 خطاب حب، وحضرت كل جلسه محاكمه ليه، وفي الاخر عرضت عليه الجواز واتجوزته جوه السجن. ساعتها القاضي حكم عليه بالاعدام في غرفه الغاز، وانه يتنقل لسجن سوسان كوينتين، وهناك كان بيجي له زيارات من معجبات كتير ليه. وفي سنه 1992 صحفي كان اسمه فيليب كارلو عمل معاه اكتر من 100 ساعه مقابله ونشر كتاب عن حياته، وساعتها استئنافه اترفض، وكاليفورنيا وامريكا كلها ثبتت حكم الاعدام. وفي سنه 2013 دي كانت النهايه. ريتشارد مات بسرطان الغدد الليمفاويه وهو لسه على كرسي الاعدام، كان عنده ساعتها 53 سنه. وفي واحده من المقابلات النادره اتسال ريتشارد هل في حاجه اسمها بذره شريره بتتولد مع الطفل ولا الظروف هي اللي بتحوله لوحش؟ وساعتها جاوب بكل برود، قال لهم القاتل ده بيكون من وصفه يا اما فقر مخدرات يا اما اساءة معامله الاطفال، كل ده بيصنع القاتل. وهنا القصه بتنتهي، بس في سؤال واحد بيفضل يطاردنا، هل ريتشارد كان ضحيه الظروف ولا هو من اول مولود شيطاني؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه عشان ده بيشجعني ان انزل فيديوهات باستمرار. تصبحوا على خير، سلام.